يا هلا والله بكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله الجميع بخير. كيفكم مع الصيام؟ كيفكم مع رمضان؟ إن شاء الله يا رب رمضان يظل يعود علينا بخير وسلامة، وشهر الخير رمضان وشهر البركة. سبحان الله رب العالمين يحط البركة. بس فعليا السنة هذه رمضان متعب يعني والله، مو من ناحية الصيام، يعني ما حسينا لا عطش ولا جوع. تدرون شو المتعب؟ يعني الدوام. مثلا احنا نداوم، يعني انا روتيني برمضان كيف؟ مثلا اصحى الساعة 4، اسوي سحور. علمكم متى يأذن؟ على 5:46 تقريبا، فاصلي الفجر وظل صاحية، لأن دوامنا الصراحة ما أخروا لساته نفس الشيء، وأظل مواصلة تخيلوا لثاني يوم. وبعدين أروح من الدوام، وبعدين تدريس أولاد، طبخ الفطور. فالتصوير صراحة قل شوية، بس أحاول أشارككم اللحظات الحلوة. فهان شفت الترند رمضان على الانستا، الصراحة حبيته كثير وحسيته يعطي جو حلو بالدار. فرحت على المفرق على عالم النص، أتوقع إيش اسم المحل، وقلت ودي أشتري منه الأغراض، لأنه شفته ناشر على الصفحة. الصراحة ما لقيت العرق الأخضر، لازم في عرق أخضر وبورد، فجبت العرق الأبيض هذا. قلت عادي أنا أضبطه، واشتريت معه باكتين خضر. وما لقيت العصا، فجبت هذه عبارة عن ميسورة تبعت تمديد صحي. فقلت يلا أستخدمه. ثبته بالباب على الجناب مسمار، وسويته أكبر من مقاس الباب بشوية، مشان إنه تظل ماسكة ما تنزل. الأول بلشت ألف عرق الورد زي ما انتم شايفين، يعني ما شاء الله. الصراحة أنا حبيت الترند هذا كثير، وقلت أكيد راح يطلع حلو. فأنتوا تفرجوا على الفيديو وقولوا لي إيش رأيكم، يعني حبيتوا هالترند ولا لا؟ جبت التعليقات هذول بعد زي ما انتم شايفين. طبعا الأول حطيت الزيج، بس بعدين حسيتها راح تكون طويلة تحت، يعني ما شاء الله أنا وولادي كليتنا هيك محن طوال. بس أبو ريان يا حرام يتغلب لما يجي من عن يفوت على المطبخ يخش بهن. فإيش حاولت إني أرفعها شوي لفوق. حطيتها زي ما انتم شايفين، هذول فوانيس صغار هيك يجي ملسكيا لون أبيض وبهن ضوء. فما شاء الله يعني بالليل لما مضويين هيك. والمطبخ أنا جاي عندي، أنا داري صغيرة، يعني المطبخ جايبين جاية بين الصالون والمطبخ، فإحنا أجواء المطبخ هيك مع أجواء الصالون مع أجواء رمضان ما شاء الله. وجبت هذا الفانوس بعد الكبير، قد أغير مو كلهن نفس الشي، وربطته بالنص وزبطتهن كلياتهن. وعندي كمان عرق أخضر، فجيت حطيت فوقي وقلت عشان أعبي الفراغات وزيج. فشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني اكتبوا لي إيش رأيكم تحت. أنا الصراحة حبيته كثير. وهان حبيت أصور لكم طبخة من طبخ رمضان. طبعا أنا كنت مسوية يعني تشكيلة، بس إيش أنا أحب أشكل برمضان، ما أحب أسوي طبق واحد. مثلا عندي ريان ما يحب إلا الرز، خلاص يا حرم العيل يموت على الرز. فأحاول أشكل شوي، يعني أطبخ طبخات صغيرة. مثلا سويت محاشي كوس وباذنجان العبندورة، بس شفتم كوبين رز بس ناقع، يعني ماني مكثرة. وهان حبيت أسوي سمبوسك وأحشيه إيش حشوة البيتزا، عبارة عن دجاج، زيت زيتون، بهارات إيطالي. طبعا هذول بهاراتي من رف التوابل. إن شاء الله إذا ما نسيت راح لكم رقم التليفون إذا تحبون توصون، ولا تنسون تقول إنكم من طرفهم ريان عشان أسوي لكم خصم. فحطيت هان بصل وثوم حركتن، وحطيت فطر شرايح وحركته زي ما انتم شايفين زي هيك. واخر شيء عندي فلفل الوان، فرمته فرم كبير شويه لان الفلفل تعرفون بسرعه تذوب، وقلبتن كلهن مع بعضهن طبعا مع رشه ملح، وغطيتهن شويه زبلن. وبعدين حطيت صلصه بيتزا، يعني ممكن تشترينها جاهزه، وفي طريقتها موجوده على قناه اليوتيوب تقدرين تسوينها. وهان حطيت زيتون شرايح، وكان عندي قطعة جبنة موزاريلا فطلعتها وبرشت زي هيك، يعني برش ناعم، وحركت مع بعض وغطيت عليه مشان تذوب الجبنة وأحشي السمبوسك. هان حفرت حبات الكوسة والباذنجان، وطبعا نقعت مي وملح يعني على طريقة أمي دائما تحب تنقعهن لأنه أحيانا تكون بهن مرورة فعشان تروح. وهان حشيتهن بالرز زي ما انتم شايفين زي هيك، وزبطتهن طبعا وركبتهن على الغاز.
وأنا لب الكوسة بالعادة ما أكبه، فحبيت أسوي منه بو شوربة، فحطيته إيش حوسته شوي مع بندورة محصورة، وحطيت حبات الكوسة ومي وحطيتها على الغاز. أما بالنسبة لسمبوسك البيتزا فجبت السمبوسك الصراحة وحطيت الحشوة بهذه الطريقة زي ما انتم شايفين ولفيتها. طبعا ما دهنتن لا طحين ولا مي ولا شيء ولا خلطة، لأني إيش تشويه من القلاية الهوائية، بس القلاية حطيتن على الوجه الثاني، يعني مشان إنه تكون اللفة لتحت ما تفتح بحالة الشوي. رتبتهن زي هيج وحمرتهن على درجة حرارة 180، يدوب ياخذن يعني 5 دقايق 6 دقايق، بعدين قلبين على الوجه الثاني. هانت كنت مسوية خلطة الأوزي، بعد طريقته موجودة على قناة اليوتيوب، عبارة عن لحمة مع بازيلا وجزر مع مكسرات مع زبيب زي هيج. حمستهن، بعد سويت كمية صغيرة يعني على قد القالب، وطبخت شوية رز فلفل أبيض، رز كبسة تعرفونه هذا بسمتي، كوب واحد بس صراحة ما كثرت يعني. وبعدين حطيته رتبته ما شاء الله وخليته شوية يمسك، وبعدين قلبته. طبعا حبايبي علمكم يعني الواحد لازم يجي عصير وتمر يحط مع الفطور، ومية طبعا أكيد. وانتم اكتبوا لي وش أكثر يعني أكلة تحبونه برمضان تحبون تسوونه. فشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الصراحة سفرة غير شكل يعني، والحمد لله السنة هذه عندي جلاية فإيش أطبخ يعني ما هاب عادي. هان حبيت أسوي قطايف. الحشوة كانت عبارة عن زبيب وجوز هند، شوية سكر وقرفة زي ما انتم شايفين، شوية لوز 4، خلطت كلهم مع بعضهم. وعشان إن ما تطلع القرفة لبرات القطايف دايما حطي سمن بلدي أو زبدة وحركية زي هيك عشان إيش تكون رطبة وتمسك بحبة القطايف من جوا. وبعدين نبلش نسويها. طبعا أنا الحمد لله يعني العام والسنة هذه تدرون إني ما قليت ولا حبة قطايف، تقدرين تدهنينهن سمن وتحطين بالفرن، بس أحس الفرن شوي يقسيهن يعني ما شاء الله بالقلاية الهوائية يطلعن مقرمشة ويجنن الصراحة، بس إيش ودن شوية تحمير. فزي ما انتم شايفين هان طبعا زبطتهن مظبوط ودهنتهن سمن بلدي وحطيت رتبتهن بالقلاية الهوائية زي هيك وعلى درجة حرارة 180. طبعا دائما لما تجين تستخدمين القلاية الهوائية دائما شغليه شوي دقيقتين، خليه ساخنة يعني عشان ما تغلبش بالتحمير، خصوصا لما ودش تحمرين شغلة. اللهم صل على سيدنا محمد. كثير بناتي علقوا لي كثير على الفيسبوك انه جيبي ورق زبدة ليش وانتي حاطة تحت. والله الصراحة احس ما له داعي، صح يتغلب بالجلي شوي، بس عادي نقعيه مية ساخنة وشوية سيترس وبصراحة تنجلي، لأنه سبحان الله الحرارة تدخل تحت المشوي أو المقلي به، فإيش تظل مقرمشة. هان حطيت عليه قطر زي ما انتم شايفين ما شاء الله طبعا، وهذه النتيجة يعني لونهن حلو وفي نفس الوقت يعني صحي، ما مشبعة زيت. شوفوا ما شاء الله حبايب قلبي، زي ما قلت لكم الفيديو الماضي إني مصورة كثير فيديوهات قبل رمضان، حبيت أدمجن مع يوميات رمضان، وهيك يعني يكون نوع من يعني التشويق، نوع من حلاوة اليوميات. المهم هان شوفوا ما الجو ما شاء الله أجواء الشتوية. كان يا حبيبتي عيد ميلاد ألوفة صادف ب14/1، تخيلوا وانت مصورة الفيديو. فإيش يا حبيبتي دائما آخر حبب العيلة مدلل، وحبيت أسوي له عيد ميلاد كله باللون الأحمر يعني ميكس يا حبيبة قلبي. فبلشت أحضر الصراحة من الصبح. يعني أنا بالعادة أعياد ميلاد أولادي هو نوع بس من الطفل يظل فرحان ولا مو احتفال يعني، عرفتم؟ فأحب أسوي لهم شغلات من الدار. قبل كنت أسوي كل شيء على يدي، الحلو الحلويات الكيك. هسه والله الصراحة الواحد يعني زاد مسؤوليات وزاد شغلات وتدريس أولاد، فصرت إيش أسوي بعض الشغلات وبعضين إيش الحلويات خصوصا أجيبه جاهز أسهل لي. المهم عندي شمندر طلعتوها زي ما انتم شايفين، لاني حابة اسوي كبة الشمندر. طبعا كبة الشمندر تجنن يعني زاكية بشكل، ومفيدة على فكرة. يعني الشمندر مفيد لفقر الدم، خصوصا لما تخلطينه ببرتقال وتشربينه او مع صبانخ، يعني ممتاز كثير. فبلشت افرمه هان وحطيته بمية وسلكته
لأني إيش، أول شي ودي مية الشمندر، 2 ودي نفس الشمندر أطحنه بعد مع البرغل، فكلهن مع بعضهن مشان هيك يعني يصير من غير شكل. أنا الصراحة قبل كنت أستخدم البرغل هذا العادي، برغل الكبة، بس صار لي مرتين أروح على المول ألقى البرغل الأسمر، هذا لونه على باه هيك غامق شوي، فإيش أجيب كيلو من هذا وكيلو من هذا وخلطهم مع بعضهن، يعني حسيت إنه في قرمشة زاكي كثير. في سر تعلمته بالكبة إنه كل ما نقعتيه يعطيه حقة بالنقع، يعني تقريبا أنا هان كل كوب برغل ودو كوب ونص لكوبين إلى ربع حسب نوع البرغل من المية المغلية. أنا حطيتها مية الشمندر المغلي، وبعد دايما حطي بالأخير معلقة لمعلقة ونص من طحين القمح. أنا قبل كنت أحط طحين أبيض، فعلا حسيت إنه شوية ضلطرية، طحين القمح يعطيه قرمشة تجنن. هان كنت حاب أسوي له خلية نحل لونه زهر بعد من عجينة الشمندر، وحطيت هان على الدجاج حمسته مع بصل، وحطيت عليه آخر شي سماق، وهان سويت حشوة الكبة عبارة عن لحمة حمستها مع بصل طبعا وزيت زيتون، وحطيت عليها شمندر من المسلوق والمفروم ناعم، وحطيت عليه بعد جوز زي ما انتم شايفين، وجهزت كل شي من الصبح وزبطته وحطيته بالصحون عشان يكون بارد ومناسب للحشوة. شوفوا ما شاء الله لون الكبة كيف، يعني لونه يجنن الصراحة، صح يديني صبغر شوي بس عادي ما مشكلة. وبلشت أضبطها وأحشي حبات الكبة، وطبعا سويت كمية الصراحة، والكمية الثانية فرستها لأني كنت مسوي تقريبا كيلو، يعني ما شاء الله كمية. راح تلاقون طريقتها موجودة على قناة اليوتيوب بالتفصيل، صورت لك يا من قبل. هسا أنا ماني حاطة قوائم تشغيل للقناة، بس أنتي أي شي حابة طريقته على قناتي بس اكتبي فوق بالبحث اسم الإشي وأم ريان المساعيد، لأنه هسه في ذكاء اصطناعي، يعني أنت فقط تكتبين الشغلة حتى لو ماني حاطة عنوان للفيديو، على فكرة يطلع إذا أنا بسولفة بالفيديو أو الفيديو كان بهذا الشيء يطلع لش مباشرة بالبحث، يعني ما يغلبش نهائيا. خلصت الكبة كلها وحطيتها على جنب وخليت القلي لآخر شيء، وبلشت هان أسوي عجينة الشمندر. طبعا نفس عجينة اللبن موجودة على قناة اليوتيوب، بس إيش ما عجنتها بمي عادية، عجنتها بمية الشمندر، خليته يبرد شوي وعجنته، وما شاء الله زي ما انتم شايفين طلعت الصراحة هشة. تقريبا هذول 4 أكواب من الطحين أو أقل شوية، وقطعت ل4 قطع، بعدين رجعت قطعت كل واحدة لقطعتين، يعني تقريبا أو 3 قطع، يعني زي هيك أو 4 قطع، المهم زي ما انتم شايفين زي الفيديو، يعني حسب مودة القطع يكون كبار أو صغار. يعني الصراحة يعني كويس إن الواحد يستخدم صبغات الطبيعية هذه بالأكل، يعني زي صبغة الشمندر ما شاء الله، مو بس صبغة بعد نكهة زاكية ومفيدة وصحية، فقلت يلا خليني أنوع وأشكل. بلشت أضبطن هان زي ما انتم شايفين، وخليتهن كبار شوي، حبيت أسويهن بصينية واحدة ويكون حجمهن كبير، يعني ما صغرتهن. فحشيتهن بحشوة الدجاج مع السماق زي ما انتم شايفين مع البصل، يعني تقولون تقريبا حشوة مسخن داخل إيش خلية النحل. شوفوا ما شاء الله، بس النتيجة مع الحياة يعني. بعدين جبت صينية دهنتها بشوية زيت وحطيت بهان القطع طبعا، وخليتهن يرتاحن. العجينة كل ما تريحينه كل ما تعطيش نتيجة تجنن الخبز. وآخر شي جبت مية الشمندر ودهنتهن، قلت يلا يعطيهن لون هيك أغمق من لون العجينة، فما يأثر، دهنتهن وبعدين غطيتهم وخليتهن يرتاحن. وآخر شي قبل ما دخلت على الفرن دهنته بشوية زيت زيتون، لأني إيش العجين كان متشرب مية الشمندر، هذا كامل زي ما انتم شايفين، بس والله كيف اللون مو حلو. بعدين حطيت الزيت على الغاز وبلشت أقلي حبات الكوبا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا لازم تخلين الزيت ساخن كثير، وأول مرة تحطين من 3 ل4 حبات، لا تكثرين كثير وتخلينهن يتحمرن بعدين تطلعيهن. وهان حبيت أسوي تبولة بعد بالشمندر، البرغل طبعا نقعته مية شمندر وحطيت شمندر مفروم ناعم. هان مية الشمندر مع زيت زيتون مع سماق مع نعناع ناشف،
زي ما انتم شايفين مع عصير ليمون طبعا. بعدين حطيتن هان كلهن خلطتهن مع بعضهن زي هيج. وبعدين جبت خس حطيته بجاط وقلت مشان أخضر مع أحمر، يعني الواحد يكسر اللون. وبعدين حطيتهن كلياتهن زي هيج وزبطهن، فما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الصراحة سفرة متعوب عليا يا جماعة الخير، والله متعوب عليا. ظليت نص نهار وأنا أشتغل. باقي الشمندر المسلوق حطيته بالخلاط. وطبعا حبيت أسوي لها معصير يكون طبيعي، ما ودي غازيات مع العصير ولا شيء. حطيت عليه وهان كاسة عصير برتقال، كنت عصرتها على جنب بعصير يدوي، يعني تعصرها بالعصارة وتصفينها مع 5 أو 6 حبات من الفراولة مفرزة. عندي فراولة مفرزة، وإذا عندك طازج بعد يزبط، مع مانجا. ما شاء الله طبعا حلاوته منه بو ما حطت سكر، لأنه المانجا أصلا حلو والشمندر حلو فما يحتاج. وجبت صينية حطيت الكاسات هان، وهيك حبيت الكاسات يكونوا مميزات زي ما انتم شايفين. وحطيت بين ليمونات طبعا وزبطتهن وجهزتهن. وهيك ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني سفرتنا كانت جاهزة، خفيفة لطيفة وبنفس الوقت زاكية. ولا انت مش رايكم؟ صراحة ظل ناقص أسوي لهم رز، بس إيش أحمر كان جاي عبالي، وشوربة عدس كنت جاي عبالي أحط بشمندر، بس ما لحقت، حسيت حالي تعبت فقلت يلا خلص يلا خيرة وغيرة. شوفوا ما شاء الله يا حبيبتي، أهم شيء إنه هي مبسوطة. طبعا إيش ضايل ناقص اللي هو إيش الحلويات. فكنت قبل بيوم أنا وبريان رايحين على المفرق، وجبنا له إيش حلويات يا حبيبتي. قلت له ودي قالب شوكولاتة بس صغير، يعني لأن أولاد وألوفة يحبون الشوكولاتة، رغم إنه بريان ما يحبه كثير، بس إيش قلت له خلاص أنت راح نجيب حلويات ثانية يعني غير الكيك عشان تاكل منهن. فاخترنا هاي نقالب كيك شوكولاتة صغير الحجم زي ما انتم شايفين، حبيت يكون هي شكله مستطيل وعليه شوكولاتة كثير، طبعا أولادي يموتون على الشوكولاتة. ومزين هان بالنوتيلا وإيش حبات البندق زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وبعد جبنا عدد من الحلويات، جبنا كنافة هان مبرومة زي ما انتم شايفين، طبعا كثرنا الكمية مشان نطعم مع مامي. وجبنا بعد هريسة، وجبنا بعد وربات، ولا انتم شو تسمونه، جبنا وربات بالقشطة. يعني هذول الحلويات طبعا الواحد يا كل واحد كل قطعة يعني، بس إيش الحلويات ما تخرب نحط بالثلاجة مثلا نودي للجيران وزي هيك. لأنه الصراحة هان كانوا مسوين عليهن عرض، كيلو وربات مع كيلو هريسة مع كيلو قشطة، والله ماني متذكرة، يمكن 7 دنانير أو شي زي هيك. وكسرت بالمعلقة، حطيت هان فستق وحطيت إيش بزر زي ما انتم شايفين، يعني مكسرات طبعا مع قهوة. وهيك كان يعني احتفالنا بسيط خفيف لطيف يا حبيبتي. المهم تحلم وكلام كيك وزي هيك. وإيش بعدين وقت الجلي، ونجمع الجلية ونجلين ونرتب ونعزل. طبعا ها لسه ما كنت جايبة جلاية ولا شي الصراحة. زي ما انتم شايفين رتبت الصحون حطيتهن فوق وزبطتهن. وعلمكم من جواء الشتوية وشهر واحد يعني الدنيا موت، حتى الهواء يكون مصقع سبحان الله. وطبعا لازم كل يوم بسيسات يحطهن إيش أكل، يعني بواقي الأكل الرايب الرز خبز، أسوي لهم فتة عادي، يعني أسوي لهم فتة وإيش أفطرهن أغديهن حسب بعد الغداء بعد الفطور أي أكل زايد، لأنه إحنا ما عندنا دجاج، فالأكل نحطه إيش لبساس يفطرن يتغدن مكيفة عندنا بساس، شوفهم يتهاوشن حتى. المهم قلت يلا خليني أعزل، كان عندي هان شوية تعزيل طبعا إيش الحطب هان نازل على البرندة وعلى السجاد، فطلعت أقفاص حطيتن هان كلياتن، وبلشت أشيل السجادة، بلشت أكنس أنظف البرندة، شطفت البرندة مشان إيش يعني يكون كل شيء نظيف. علمي كمان الواحد يجي وادم يجي ضيف يعني ما يصير وجه الدار يكون، وانا مثل عمتي طول نهاري احب اكنس احب انظف، ويا حرام هي طول نهار تلملم بعد بالحوش، وانا مثله اي شيء القاه ولمه
ووديه عزبالة. حتى الطريق اللي قدام الدار إيش أكنسه. هذا الطريق زمان شهر واحد، بس هسه ما شاء الله زبطته وعدت زراعة الورد حواليه وصار الصراحة غير شكل. وعزلت الدار ورتبته طبعا ثاني يوم. ويا حبيبتي ألوفة كان هان يوم عطلة، فهي خلص لازم تروح على جدته وتضيف على جدته. لبسته ودفيته ورحنا على عمامي، قعدنا شوية زي هيك. وكان عندنا هان يوم مش الصراحة وحلو. فقلنا ودنا ننظف الحكورة أنا وبريان وأولاد. المهم والله بلشت لكم أول شي بتنظيف إيش العشب. طبعا حشينا العشب ما خلينا شي من حظ المعزة كيفا، فاللي ما يطلع بالإيدين سويناه بالمنكوش، نظفناه كلياته رياضة يعني. قلت أشغل أبو ريان شوية. دائما تسألوني كيف أعتني بالورد، كيف أعتني بالشجر. إحنا الشجر عندنا كلياته شهر واحد ننكشه ننظفه ونسمده، نحط عليه إيش بقايا زبل معز وغنم حسب الموجود. حتى حمام يزبط عادي، أي شيء يزبط مشان إيش يتغذى، لأنه سبحان الله يقولك الثمر يطلع الشجر إذا كنتي حطيته عليه وإيش سماد عضوي زيك يكون ثمره أحسن بالصيف، خصوصا الرمان التين زيك. بعدها جبنا المشط وبلشنا ننظف ونكنس اللملم. ويا حبيبتي ألوفة سارحة معنا هان. طبعا ريان شغل مشاكل كسا هو متناقر هو البنات شغل هوشات يا حبيب قلبي. وقلنا أبو ريان بعد الرمان وزبطنا الحوش ونظفناه. صراحة ما خلينا أبوه شيء. لقيت لكم هذه الفترة، طبعا هذه الفترة حبايب قلبي سامة جدا، فكبيناه برا ولمينا كل العودان وقلعناهن بعد غرب الحوش، ما خلينا شيء. ونكشنا الشجر وسمدناه وزي ما انتم شايفين طبعا. وأثناء الحفر بعد والقال كان فطرة، بس هالمرة شوفوا ما شاء الله هذه الفطرة إيش شويتها على الصوب الأولاد وكلوها لأن ما هي سامة. وهذا السماد أو السماد العضوي عمتي دائما تكنس الحوش وتحط وين غرب الحوش الزتو، مشان إيش بالشتوية نستخدمه للشجر. فخلصنا كل شيء حتى الوردات. طبعا رجعت سمتهن مرة ثانية، إذا متذكرين سمتهن بشهر 10 ورجعت سمتهن بشهر 1. هاني حبيبي ريان كان يصور العرباية، فشفت كيف تصوير الأطفال يضحك الصراحة. يعني خلصنا شغلاتنا كلها قبل رمضان ونظفنا الحوش وما ظل شيء نهائيا. فشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الصراحة، يعني المشية تفتح النفس. ولا انت وش رايكم حبايب قلبي؟ وهذه كانت يومياتنا البسيطة الحلوة، إن شاء الله تعجبكم. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وتحطوا لي تعليق حلو مثلكم.